تعالي بقى النهارده هاعمل معاكِ الفراخ، عملت لِك امبارح في فيديو امبارح الرز بطريقة حلوة جدًا، وكمان قُلت لِك على أسرار فيه، تعالي بقى أعمل لِك الفراخ النهارده بطريقة خطيرة، خطيرة هتدمنيها أنتِ وولادِك وكل اللي هيدوقها منِّك، هيقول لِك لازم تدّيني الوصفة من حلاوتها وطعمتها هتعمليها كتير جدًا، جدًا. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونسمي الله ونقول اللهم بارك. يالّا الوصفة دي جهّزيها لرمضان. أول حاجة هاتي صدور الفيليه بتاعتِك معاكِ كده سليمة، وبعد كده شيلي الحتة الموزة عشان باخزّنها باحوّشها إيه، أعملها كده إيه الستريبس. تعالي بقى هاتي الصدر هنا معايا باقسمه ل3، لو صغير هتقسميه ل2 بس، المهم أنا عايزاه السُمك ده، وأي زوايد فيه شيليها طبعًا زي ما أنتِ شايفاني كده باشيل أي حاجة فيه، أي زوايد جلد أو أي حاجة شيليها. خلاص، طبعًا قُلت لكم بنغسله إزاي في فيديو التجهيزات، الوصفة دي جهّزيها وتبّليها وشيليها برضه في أطباق لرمضان. تعالي الوصفة دي خطيرة، هاتي بصلاية كده هنقطّعها كبير زي ما أنتِ شايفة، ونحط عليها شوية ملح وشوية فلفل. أنا مش عايزة البصلة ناعمة، أنا باقول أهو كويس مش عايزة البصلة ناعمة، أنا عايزاها تكون متقطّعة مكعبات كبيرة كده، لإن أنا مش عايزاها تبقى في الفراخ بتاعتي. هاتي بقى الفراخ هنا دي كيلو من الصدور، حطيت بقى معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكمان نُص معلقة من ورق اللورا البودر، وربع معلقة صغيرة من الشطة، طبعًا المعالق كلّها صغيرة، معلقة إلا ربع صغيرة من البابريكا، وبعد كده نُص معلقة صغيرة من الحبهان، وهانزل بمعلقتين صغيرين من البصل البودر، وبعد كده معلقة صغيرة من التوم البودر. لسه ما خلصناش التوابل بتاعتنا، تعالي لو عايزة التوابل بتاعتنا قولي لي وهاكتبها لِك في التعليقات. بعد كده الرشة من جوزة الطيب بديل جوزة الطيب الكوبيبة الصيني، تمام، حطي رشة كده حلوة من جوزة الطيب، وننزل ب3 معالق كبار أو 4 من الخل، ونُص ليمونة كبيرة اللي هو كان عندي الليمون الأضلي حطيت منه، لو ما عندكيش الليمون الكبير حطي بقى ليمونة كده إيه عادية بس تكون مليانة مَيّة، تمام، اعصريها كده كويس، وبعد كده تعالي بقى ننزل بالبصلاية بتاعتي، باقول لكم البصلاية بُصّوا كبيرة إزاي، مش عايزاها ناعمة عشان ما تلزقش في الفراخ بتاعتنا، تمام، وننزل بقى بشوية ملح، وخلّي بالِك الملح يعني يا ريت تحطيه آخر حاجة، هانزل بمعلقة كبيرة من بهارات الفراخ، وباقول لِك ليه الملح آخر حاجة، علشان بهارات الفراخ بتبقى فيها ملح، لكن أنا عشان عارفة مقادير وعارفة باحط حاجات قد إيه، فعادي حاطة كلّه، قلّبي كل الكلام ده مع بعضه كويس جدًا، جدًا في الفراخ، تمام، هنحط هنا كمان حاجتين لسه هاوريكِ هنحطهم، هنحط روزماري باودر، وهنحط معلقة صغيرة من السكر، هاحط معلقة صغيرة من الروزماري أهي، وكمان معلقة صغيرة من السكر. اوعي تستغني عن خطوة السكر دي بتفرق جدًا في الفراخ بتاعتنا، وبتخلّيها حلوة ومستوية وطعمها جميل، مش عايزاها حطّي عسل أبيض، معلقة عسل أبيض، سيبيها في التتبيلة كده لمدة أقل حاجة ساعة، ممكن بقى لحد هنا تعمليها في أطباق في الفريزر لرمضان إن شاء الله. هاتي بقى الجريلا بتاعتِك، وبعد كده نقوم حاطين معلقة من الزيت وندهنها، وننزل بالفراخ بتاعتنا بقى على حسب ما الجريلا عندِك تاخد الكمية. طب يا شيماء ما عنديش يعني هو أنا مش هاعرف أعملها؟ لأ، يالّا هاتي طاسة تيفال أو طاسة كده عادية بس تدهنيها بقى بشوية من الزيت حلوين، وتبدئي تشوي الفراخ بتاعتِك المشوية، بجد خطيرة. هنا باقفل عليها الجريلا بس عشان تستوي، ما بتاخدش معاكِ على النار بجد 5 دقايق، خطيرة. أتمنى الفيديو النهارده عجبكم لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس. أسيبكم في رعاية الله وأقول لكم سلام.